نوضح نقطة يمكن الناس مش عارفاها. هو طبعا في 67 إسرائيل ضربت جميع المطارات المصرية وكان عندها معلومات دقيقة عن أوضاع القوات الجوية المصرية وتمكنت من ضربها على الأرض، لا نقاش في هذا. في 73 ولذلك حصل خروج القوات الجوية بتاعتنا من المعركة تقريبا يعني. إنما في 73 كان في تنسيق بيننا وبين سوريا، ونظرا لمدايات الطيران المحدودة لميج 21 والطيارات السوفيتية اللي موجودة عندنا، فاتفقنا مع السوريين على ان احنا لنا عمق معين، وهذا العمق كان تقريبا كل سيناء ومطار او اثنين في جنوب النهر، وهم بياخدوا كل باقي اسرائيل. الحقيقه ودي للتاريخ والمفروض معلش يعني هقولها، لان احنا اتفقنا على الصراحه، نحن نفذنا الضربه الجويه تماما ولم تنفذ سوريا الضربه الجويه. وبناء عليه طالما ان الضربه الجويه لم تنفذ في وقت واحد على جميع المطارات، لا يمكن ان تفقد. لو كانت نفذت كان تم، لا نقاش ان كان التاثير كان يمكن يكون شبيه الى حد كبير جدا بالضربه الجويه الاسرائيليه لنا سنه 67. ست مش هل لنا ان احنا